بسم الله. نبدأ الحلقة الخامسة من برنامجنا BLS اللي احنا بنتكلم فيه كل مرة عن حاجة مختلفة في البيزنس. فلو انت ان شاء الله حد بيبدأ مشروع او عنده فكرة عاوز يعملها، هتلاقي كل حلقة بتضيف لك حتة جوه البيزنس بتاعك. انا دكتور عبد الرحمن قنديل، فاوندر اوف اكسس ايجنسي، بنتكلم فيها في الماركتنج والهيكلة الإدارية. والنهارده معانا دكتور يوسف فليفل. النهارده هنتكلم عن جزئية تسويق المحتوى. ما شاء الله الراجل كوبي رايتر، عمل كم كبير جدا من النجاحات مع البيزنس باستخدام الكونتنت وباستخدام المحتوى بتاع اللي هو الاعلانات او المحتوى الداخلي للبيزنسز او كده. فالنهارده هنبدا واحده واحده نعرف ازاي نقدر ننجح لو انت اونر، ننجح شركتك من خلال الكونتنت، او ان انت راجل ماركتير وعايز تنجح بيزنس تاني من خلال الكونتنت. فكمل بقى الحلقه لحد الاخر. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك. انا ما وفيتكش حقك في التعريف، انا عارف، ولكن اعذرني يعني. لا حاجه. نبدا اهلا بيك. كده. قول لنا كده الكونتنت ممكن يقدر يعمل معانا ايه في البيزنس بتاع، بما ان احنا ان شاء الله معانا ناس بداوا مشاريع او حتى هو عاوز ينجح مشروع. هل فعلا الكونتنت بينجح مشاريع ولا لا؟ الكونتنت ماركتنج هي تول قويه جدا في الماركتنج، وعايز اكد على كلمه تول دي، لان هو في الاول والاخر هو اداه انت بتستخدمها عشان تنجح بيزنس كامل، ولكن البيزنس نفسه لابد يكون قائم على اسس صحيحه، وعلى الاساس ده بيبدا الكونتنت يشارك في اللي انت محضره، والبرودكت القوي والبروموشن بلان اللي انت عاملها الحلوه المظبوطه اللي كل تفصيله فيها محسوبه. بيبدا الكونتنت يشارك بقى في العمليه دي كلها، ان هو يماركت للموضوع، فيبدا يدخل في جزئيه ان هو تول. فقبل مم. كده الناس كانت شغاله من غير كونتنت، دلوقتي بقى محتاج كونتنت عشان يبدا يظهر اكتر للناس، فيحقق الفيزابيلتي ويحقق الانتشار اللي هو محتاجه كبزنس. بالتالي الكونتنت بيحقق المراحل دي كلها، لان هو تول بتخدم اهداف البيزنس في النهايه. اهداف البيزنس ايا كانت، فهي كفانل كامله لابد بس الكونتنت بيخدمها هنا كامله. هنا الكونتنت ده عشان يحقق الفيزابيلتي زي ما انت حضرتك بتقول. انا عشان اوصل، هل في بقى حاجات معينه لازم اعملها، ولا هو انت محتاج تستمر، محتاج تفايرل، محتاج. خليني برضه اقول حاجه، ان في ناس بتستخدم الكونتنت استخدام مخالف للمبادئ عشان يبدا ينتشر. خلينا برضه ايه، نمسك حته حته. مبدئيا خليني اتكلم عن نقطه مهمه واشوفها عند بيزنس كتير بيقع فيه، انا خاصه لو احنا بنتكلم مع بيزنس اونرز او حتى ماركتير وانت بتمسك اكونت، فانت محتاج تاخد بالك من نقطتين مهمين. النقطه الاولى ان البيزنس اللي مبني غلط الكونتنت مش هيأثر معاك. يعني انت لو عندكش برودكت، او عندك برودكت واقع، او عندك برايسنج اوفر برايس ملوش معنى، او البرودكت بتاعك معلوش طلب، او اي حاجه في الفور بيز بتاعت الماركتنج بيزكس واقعه، فالكونتنت مش هيجي يحل مشاكل دي مشاكل داخليه، مشاكل اوبريشن، مشاكل في البيزنس سيت اب نفسه محتاج يتظبط. فدي اول بوينت. تاني بوينت، لو انت جاي تبني كونتنت صح على بيزنس صح، هيبدا يحقق معاك ارقام وتقدر تقيسها وتقدر تتابع معاها وكده. طب ازاي ده بيتحقق بحاجه اسمها كونتنت استراتيجي. فانت لو برضه مش عامل كونتنت استراتيجي وبتخبط ريلز على كونتنت هنا ويمين وشمال وتقعد تعمل ريلز وخلاص عشوائيه، فامكانيه انه يحصل فايراليتي مثلا في واحد منهم موجوده. لو عملت مثلا فكره اه. بتطبقها على حاجه تمام، بس ستيل هل ده بيبيع لك ولا لا؟ ستيل ده بيكسبك ولا لا؟ ستيل هل بتقدر تحقق كل مره نجاح لما بتنزل بيس اوف كونتنت جديده؟ هل بتقدر تحقق نجاح، ولا الموضوع كان معاك عشوائي فبالتالي بقتش قادر تكرره مره واثنين وعشرة؟ قيسه، يعني انت كمان مش عارف تقيسه. انت لو بالظبط. نجحت حتى مش هتعمله تاني. فانت مش واصل لحاجه، انت مش على اساس قوي قادر من خلاله تنقل البيزنس بتاعك وتكرر النجاح مره واثنين وعشرة. دي اهم نقطه بالنسبه لي، ان يبقى في كونتنت استراتيجي واضحه لبيزنس اوبجيكتيف واضح. فطول ما أنا عندي بيزنس وكونتنت متوافقين، طول ما احنا ماشيين صح. لكن لو البيزنس ماشي بدماغه والكونتنت ماشي في اتجاه تاني، او مجرد ان احنا بنبلش ريلز في صور منتجات، في صور مش عارف ايه، لا ده كده بلح يعني، ده كده مش منطقي، ومش هيحقق نتائج، لا نتائج ولا ارقام. مم. لا، بس برضه خلينا نقول ان هو هنا عشان ابدا اعمل استراتيجي. هي حلوه قوي حته ان انا محتاج ابني البيزنس صح عشان اعمل كونتنت. بس خلينا اقول حاجه، ان في ناس، من بدون ذكر اسماء براندات، في براندات موجوده على ارض الواقع منتجها ممكن نقدر نقول سيء، بل اكتر من السيء، ولكن هي بالكونتنت قدرت تزوق المنتج
وتزوق الشكل وتبيعه، والناس فعلا. يعني انا كنت قاعد مع حد من اصحاب الشركات او اصحاب البراندات الموجوده حاليا، بيقول لي انا اللي بستخدمه مره او اللي بستهدفه مره ما بستهدفوش تاني. هو لانه عارف ان لما بيجي له مره ما بيجيلوش تاني فيشتغل على غيره. واحنا قال لي بالظبط بالنص كده، قال لي احنا عندنا 100 مليون مصري فنستهدفهم كلهم ونخلص. بس اقول لك حاجه، ده عمر البيزنس مش طويل يعني. ده بيزنس هيت اند ران، هيبيع مره مش هيبيع المره الثانيه. ويا امم عم هيروح يجيب ناس جديده، فاهم؟ فيحرق معاهم من جديد، هيلاقي ريفيوز صعبه جدا على البيج. بعد فتره بيقفل ويغير البيج ويغير الاكونت ويروح يجيب بيج جديده. بس اوكي، انت بتكمل وبتدخل كاش بس مش بيزنس، ده مش براند، انت بتدخل بس فلوس. ماشي ماشي، هو براند وكل حاجه، قصدي هو بيزنس. خليني اقول لك حاجه، هو ده من البراندات اللي انا عارفها وكانت مترقعه جدا، دلوقتي اختفت فعلا. كلامك مليون في المية صح، يعني هو مليون في المية صح. ولكن هو كان براند وقتها، كان عامل شغل عالي جدا. بس خلينا بقى نقول حاجه تانية، اللي هو انا فعلا كراجل صاحب بزنس صغير لسه ببدا، محتاج فعلا. انا دلوقتي اشتغلت ودورت وعملت بزنس قوي وفكره كويسه ومركز على المنتج بتاعي وعلى الخدمه بتاعتي كل حاجه، ولكن انا بقى عاوز ابدا في الكونتنت. ايه اول خطوه محتاج اعملها؟ اعمل ايه؟ حتى لو بايدي، مش لازم اجيب ماركتير. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي عند البيزنس اونر ان هو يبقى فاهم البيزنس بتاعه تاني. فانا هرجع في النقطه دي، هستخدمها فين في الكونتنت، بس هقول لك ازاي. النقطه كلها في ان انت تمسك اللاين بتاع هو انا مين الكومبيتور بتوعي. في كتير بيزنس اونر بيقابلوني وهم اصلا مش عارفين مين الكومبيتور بتاعه. تمام؟ امم فانت حلو. كونك اصلا موجود في السوق وانت مش عارف مين بينافسك ولا مين موجود معاك ولا مين شغال مع مين انت ولا بتعمل ايه، فالموضوع صح، صعب. ده رقم واحد. ده ليه؟ كده اول نقطه. تبقى داري بالسوق، تبقى شايف السوق كله شغال ازاي، وشايف على الاقل اهم منافسين ليك في نفس النقطه بنفس البرايس بنفس البرودكت بيبيعوا زيك او قريب منك، او اندايركت كومبيتور ليك. فانا كيوسف هروح استخدمه وما استخدمكش انت. فالمهم ان انت امم تبقى داري بالمنافسه شكلها عامله ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، وانت بتدي كونتنت استراتيجي تبص على كل المنافسين بتوعك، تشوف هما بيشتغلوا ازاي، ايه اللي بينجح معاهم، ايه اللي ما بينجحش. لفت نظري حاجه يا دكتور انت بتتكلم فيها من شويه، اللي هو الدايركت كومبيتيتور والاندايركت كومبيتيتور. ايه بالظبط. الفرق بين، يعني هل في فرق فعلا بين الاثنين؟ اكيد. يعني دايركت كومبيتور انا ده حد بيبيع نفس المنتج بتاعي ببرايس قريب مني، نفس السيجمنت بتاعتي. يعني هو بيبيع لنفس الجمهور اللي انا رايح له وبقول له تعالى اشتري مني. ماشي. الاندايركت بيبيع برودكت مختلف لكن ستيل بيحل نفس المشكله اللي انا بحلها. يعني مثال مشهور، العربيه الخاصه والمشروع او الميكروباص ايا كان مسمى ايه. فانا ممكن اركب مشروع ميكروباص كوسيله عامه حتى لو انا معايا فلوس العربيه، عشان انا شايف مثلا ان انا مش محتاج اجيب عربيه دلوقتي. في نفس الوقت لو اقنعتني ان العربيه هتبقى اسرع لك وافيد لك وهتوفر عليك فلوس وهتوفر وتعمل كذا كذا، وانا معايا فلوسها اروح اشتريها. صح. فالاثنين وسيله بيخلوني احل مشكله ان انا اوصل لمكان. فالاثنين كومبيتور لبعض، الاثنين شوف، درايف ولا اوبر ولا عربيه خاصه ولا مش عارف ايه، كلهم كومبيتورز ولكن كلهم اندايركت لبعض. ولكن لما تيجي تقول الدرايف ولا اوبر، ده هنا دايركت كومبيتور. فبالتالي انا محتاج دايما اكون قاري السوق، شايف الريت عامل ازاي، شايف الناس بتدفع هنا كام وهنا كام، فلما يجي يقارن هيقارن بين ايه وايه. فابقى قاري الموضوع معايا عامل ازاي، مين صحيح. الاودينس وبيركب ايه بيشتغل ازاي، تفضيلاته ايه. طب حلو، انا دلوقتي عشان فعلا اقدر اكون قاري السوق، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها انا كصاحب بزنس وانا قاعد في مكان دلوقتي، بما ان التكنولوجيا بقت موجوده في كل حته والاي اي وكده؟ ايه الحاجات اللي ممكن اعملها انا كصاحب شركه ان انا اقدر اكون عارف كل تفاصيل البزنس وعارف ايه المنافسين والكلام ده كله؟ يعني انا قلت يعني احنا في اعمل عصر ايه او ابحث ازاي؟ ايه الحاجات اللي ممكن اطلعها؟ اوكي، ايه. احنا في عصر التكنولوجيا زي ما انت قلت. يعني احنا معانا كل التولز وكل الحاجات اللي ممكن تجيب لك مين المنافسين بتاعك في السوق. واقربهم ليك الكوميونيتيز، على الاقل خالص تبقى مشترك في الجروبات اللي فيها الجمهور بتاعك. الجروبات الناس بتسال عن ايه؟ مم. طب الناس، طب بيقولوا ايه عنها؟ طب بيقولوا عنك انت ايه في السوق؟ لو انت ليك تواجد يعني فعلي وكده، بيقولوا عنك ايه في السوق؟ وانت مهم تكون متابع الناس بتتكلم عنك ازاي. سوشيال طبعا. ليسننج مهم جدا. طبعا.
ففانكشن اللي انت شايفه وبتسمع ده في الجروبات وبتسمع في الاخبار مثلا في الصناعه دي، لو هي صناعه كامله او ليها مجلات وليها مواقع خاصه، فبتقوم بتتابع المواقع الخاصه بتاعتك وهكذا. انت محتاج تبقى موجود في المجتمع ده. بينزلوا ايفنتات تنزل معاهم، بتشوف جروبات، ادخل جروبات شوفها. بيشتغلوا على والله لينكد ان اغلبهم، فاقعد على لينكد ان وشوف الاونرز بيتكلموا ازاي جوه والترند بتاع المجال ايه وهكذا. فضروري تبقى انت جوه الكوميونتي بتاعك موجود واكتف ويعني قادر توصل للناس وشايف بتقدر تطلع منها بالارقام دي، تقدر بالظبط. تطلع من دي بالارقام والحاجات الجديده تطلع والكلام ده. بانسايت يخليك تصور البيزنس بتاعك صح، ويخليك تعرف تطلع كونتنت صح. والانسايت اغلى حاجه في الكونتنت او اغلى حاجه في الماركتنج عامه. انسايت، معاك انسايت حقيقي، معاك رؤيه او معاك دليل بيقول ان انا لو نزلت للناس دي بالفكر ده، لو عملت لهم اغنيه هتبيع. مين قال لك كده؟ معايا انسايت بيقول ان اللي عملوا اغاني قبل كده باعوا. طب يلا بينا نجرب. صح. فانت عندك انسايت. طب خلينا برضه نقول ايه يعني، ايه الفرق الجوهري بين التسويق بالمحتوى والتسويق العادي اللي كان موجود بقاله فتره كبيره جدا قبل ما الكونتنت ماركتنج يظهر؟ ايه الحاجه اوكي، الفرق الجوهري بين الاثنين؟ الفرق الجوهري ان الكونتنت ماركتنج، يعني بص خلينا يعني في شركات تقيله قوي في السوق ما عندهاش كونتنت ماركتنج، ده رقم واحد وخلينا كلنا متفقين على ده. تقيل قوي، شركات بقى 20 سنه في السوق و30 و40 سنه في السوق وشغالين وزي الفل وبيبيعوا لحد النهارده، ولكن ما عندهمش كونتنت ماركتنج. ايه الفرق؟ الفرق ان هو بيبيع بالطرق التقليديه، سيلز تيم مش عارف، اوف لاين تراديشنال ماركتنج، يعني في قصص كتير جوه. ولكن الكونتنت ماركتنج بيسته ان هو قادر يوصل للعميل بتاعك باسرع طريقه وبالقياس بالارقام. هتنزل بوست هتشوف عليه ارقام، الارقام دي هي بالنسبه لك دليل نجاح او فشل. هتقدر تعمل ريتارجتنج بادز مثلا، تعرف تعيد استهداف الشخص اللي شاف الفيديو بتاعك، هتعرف تعيد استهداف الاشخاص اللي عاملين لك فولو على الاكونت وتجيبهم تاني في شراء او غيره. فهو كونه عمل لك فولو مش معنى كده انه اشترى منك، ولكن لما تعيد استهدافه وتنزل له كونتنت مخصص ليه وتنزل له كونتنت مناسب ليه، هيبدا يقتنع بيك ويثق فيك وكخطوه اخيره يشتري منك. فانت هتلاقي دايما عندك الاوبشن بتاع ان انت تتراك ارقام، وعندك الاوبشن بتاع ان انت تبريزنت شغلك بشكل افضل، وعندك الاوبشن بتاع ان انت كبزنس على طول هتلاقي عملاء، ومش محتاج تكون بتبذل مجهود زياده عن اللازم في الطرق التقليديه. قد ما الطريقه دي اسرع واكثر قراءه للارقام. والنقطه الاخيره انها انت سهل تحقق فيها جروث، سهل تحقق فيها نمو كبير يحقق لك فعلا نمو البيزنس بتاعك ويخليك شكلك احسن. كمان ظهورك على السوشيال ميديا ايه. كنت بقول نقطه اخيره بس في النقطه اللي فاتت ان بقول لحضرتك بياخد وقت، يعني هو اتفضل. اوكي، كنت بقول نقطه اخيره ان ظهورك على السوشيال ميديا بيخلي عندك الحته بتاعت ايه، انا محتاج اطور في البرودكت بتاعي. ليه؟ لان انا العيوب بقت عليا. فانت مع نفسك هتلاقي نفسك ايه، بتجري عشان تحسن شكل شركتك في عين الناس، وده يعني داخليا حتى بيحسن من مستوى كفاءه الشركه. انا كان سؤالي من شويه يا دكتور، انا بقول ايه؟ بقول دلوقتي ان الكونتنت ماركتنج ممكن نقول ان هو نسبه تحقيقه للنجاح اعلى شويه، ولكن بياخد وقت وصبر كبير قوي عن اي نوع من انواع الماركتنج الثانيه. فايه الحاجات اللي ممكن تخلي البيزنس اونر او الحد اللي لسه بادئ ده يكمل المشوار للاخر؟ يعني ايه التحفيزات اللي ممكن نقولها له، نقول له كمل، هو ده هيوصل، ده اللي هيوصلك؟ ببساطه ان النطاق بتاع الكونتنت ماركتنج ملوش اخر. انت لو بتشتغل اوفلاين فانت محدود بقدرات التيم بتاعك، محدود بمستوى المكان اللي انت فيه، محدود بتارجتنج مقفول على نفسك قوي في محافظه ولا مدينه ولا محافظتين ولا 10. بس انت في الكونتنت انت ممكن توصل لمصر كلها، ممكن توصل بالادز لدول بره، تفتح دول جديده، تفتح اسواق جديده. الموضوع سهل جدا، والموضوع كله تولز وقادر تتابع وتقيس وتتحرك بسهوله. بعكس الطرق التقليديه انت في يعني شويه ريستريكشنز كتير وفلوس بتتصرف كتير. فلوس الكونتنت يعتبر لا شيء جنب الطرق التقليديه. ستيل بتصرف فلوس، ودي نقطه مهمه جدا لابد البيزنس اونر يبقى فاهمها. الناس كتير تقول لك انا هشتغل كونتنت ماركتنج ببلاش، هي مش ببلاش.
هي بتصرف فلوس على الكونتنت كريشن، على صناعه المحتوى، ولكن مردودها عالي جدا. والنقطه الثانيه انها ارخص من الطرق الثانيه. اللي هي وهو ده اللي التقليدية. جاي، وهو ده اللي شغال في السوق حاليا. وشوف المنافسين ليك اللي شغالين كده هتلاقي ارقامهم فرق. على كلام حضرتك يا دكتور دلوقتي انت بتقول ان في شركات شغاله اوف لاين، لان هي ممكن تكون متوسعه في محافظه 2 3 10. هل هنا في بزنسز او حاجات نقدر نقول ان هي اصلا ملهاش الاونلاين؟ يعني هو ملهاش تشتغل اونلاين فملهاش كونتنت يبيع لها. يعني هل في مثلا عميل جه لحضرتك قبل كده وقال لك وليكن بقول لك يا دكتور احنا محتاجين نعمل كونتنت ماركتنج، تقول له والله لا، انت النوع ده من انواع البيزنس ملوش الكونتنت ماركتنج، انت خليك اوف لاين افضل. خلينا نتفق على حاجه، امم انه اوكي ممكن يبقى في بزنس موجود اونلاين ولكن هدف التواجد اونلاين بس. ايه النوع ده؟ هديك مثال. مكاتب الجمله مثلا في الفاشن بتبيع من خلال تليجرام تشانل. هو عامل تليجرام تشانل حلوه كده وبيرفع عليها شويه صور ووزع وزع وزع وزع، كل يوم يرفع له 20 30 40 واحد. فهو بالنسبه له كده 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 اصلا الناس في الصناعه دي عارفين ان هم لما يحبوا يشتروا حاجه هيروحوا لقناه التليجرام، ياخد منها الايه الداتا دي ويروح يطلب من الشخص او بالطريقه التقليديه جدا. وهو الصناعه كلها شغاله كده. فانت لو حابب تصورها هتخرج كبراند قطاعي وتبيع جنب الجمله، تبيع قطاعي. طيب لو صحيح. حابب مش حابب تعمل كده ومش حابب تبيع قطاعي خالص، هتعمل لك بيدج او اكونت او ويب سايت حتى، ولكن الويب سايت هيبقى هدفه ان هو يعرض الشغل بتاعك بشكل مور بروفيشنال، عشان بس لو حابب تعمل كامبين مثلا جوجل كامبين توصل بيها للدول خارج مصر حاجه كده. ولكن مش هيبقى الهدف الاساسي منه نفس المبيعات اللي انت بتجيبها بالطريقه التقليديه بتاعت التليجرام تشانل اللي انت شغال عليه. ستيل استخدمت الاونلاين تولز، ولكن انت فور بريزنس وفور ان انت بتعرض المنتج بتاعك وبس. لكن البيع هيتم خارج التشانل دي. البيع برضو بيتم خارج التشانل دي في اي منتج غالي. غالي مثلا وليكن هتشتري عربيه ب 5 مليون 10 مليون، مش هتشتريها اونلاين. ولكن لو المعرض عنده ويب سايت وعنده بيدج، فانا اكثر ثقه فيه، هبقى اثق منه اكتر. والنقطه الثانيه ان انا هشوف المواصفات وهشوف الريفيوز الموجوده قبل ما انزل اشتري. وفرصه ان انا انزل اشتري منك انت تحديدا هتزيد برضو، لان انا شفتك اونلاين وعرفت عنك وشفت تيم السيلز عندك فانا عرفتك، وهكذا. فدي نقطه ثانيه. مثلا في صناعه زي صناعه الانتيريور ديزاين. الانتيريور برضو من الحاجات اللي انت بتحاول تعمل الاكونت بتاعك كانه بورتفوليو، كانه معرض اعمال بيعرض الصور بتاعت الانتيريور ديزاينرز التيم اللي شغالين جوه، وبيوريك شغلهم عامل ازاي ومش عارف ايه. لو حابب تقفل الديل، لا بيتقفل بره التشانل، بيتقفل بره الاونلاين. ليه؟ ايوه. عشان دي طبيعه بيزنس. هو مش هيتقفل هنا، مش هيتقفل اونلاين. ما حدش هيطلب الشقه مع 20 مليون بالموبايل. والله بس هنا برضو من الحاجات دي، يعني احنا بنقول ان الكونتنت ماركتنج له تاثير على بزنسز او نوع مشروع معين يبقى فيه جروث جامد، ونوع تاني مش اقوى حاجه. في نوع بيشوف نقدر نتائج نقدر نقول فعليه كده. مباشره. في نوع بيشوف نتائج فعليه مباشره بارقام واضحه قوي، بارقام فلوس داخله جيبه. في نوع تاني بيشوف ارقام ليدز. والله انا سمعتي في السوق اتحسنت وقدرت اخد ليدز اكتر، قدرت يجي لي ناس مهتمه بيا اكتر. ليه؟ عشان شافوني قبل ما يجوا، وقدرت اوصل لناس اكتر وهكذا. ولكن ستيل البيعه بتقفل امتى؟ بتقفل بره. فده بيزنس كتير من البيزنس الغالي او البيزنس اللي فيه بضاعه مش هتتقفل اونلاين او مش هتشتريها اونلاين، ولكن ستيل بتعمل له ليد جنريشن، ستيل بياخد كواليتي اودينس، ستيل الناس اللي بتدور عليك وبتلاقيك. الناس دي كانت بتدور دي كلمه طبعا. غاليه قوي. كلمه بتدور دي معناه ان هو عنده نيه للشراء وعنده نيه انه ياخد ايوه. مع القرار. لو انت مظبط الاكونت ومقفل كل حاجه ومقفل فعلا شكل اكونت محترم، فساعتها هتعرف تاخد ليدز اكتر وتعرف تحسن. لو ما يشوف كل مكاتب الجمله مثلا شغلهم عشوائي بس انت شغلك منظم، احب اتعامل معاك. زيك بالظبط كده، زي الانسان اللي لابس بدله وشكله شيك لما يقعد في مكان، لا الناس تحب تتعامل معاه. الناس بتشتغل معاها فعلا. بس هنا برضو عشان اقول الحته دي برضو، انا هنا لو في حد كل من هو عاوز يشتري مني، هل هو الجمهور بتاعي؟ لو عايز تشتري مع جمهورك
بس ممكن ما يكونش نفس الفئه، يعني مش نفس الفئه اللي عندي. يعني ممكن هو عاوز يشتري النهارده ولكن مش فئتي. يعني مثلا وليكن انا عايز اقول ان انا النهارده بقى معايا جزء من المال، رحت اشتريت ساعه رولكس. اوكي. حلو كده، ولكن انا مش الطبيعي بتاعي ان انا من نفس الفئه دي. هل هنا انا كده ممكن استهدف اللي شبهه؟ هي دي اللي انا عايز اقولها بقى. ليه إيه السؤال؟ ان ايه اللي بيخليني احدد الجمهور المستهدف بتاعي؟ يعني انا بقول ان انا النهارده جالي حد اشترى مني، هل كل من هو اشترى مني ده الجمهور بتاعي ولا لا؟ في معايير تانية ممكن تغير خلينا نقول ان هو هيبقى الجمهور بتاعك لو في نية شراء معينة او موتيف معين خلاه يشتري. بمعنى لو انت رحت اشتريت الرولكس عشان انت عايز تبقى شبه الطبقة اللي فوق، ايوه فدي بالظبط كده. بيرسونا، دي بيرسونا موجودة. نسبتها قد ايه بالنسبة للرولكس؟ يعني رولكس كبراند هل هو مستهدف مم. الفئة دي؟ مش شرط. هو عنده فئة تانية خالص هي المين بيرسونا بتاعته، مم. ولكن الفئة دي لا مانع انها تشتري. مش هيقولوا لا ما تجيش تشتري مني، لا عادي. صح. طب انا استهدفها؟ ممكن يستهدفها بمنتج ارخص ودخله معاك في اللوب ودخله معاك في السايكل ككل، ولكن ستيل لو البراند مش محدد البرسونا بتاعته من الاول صح، الموضوع كده هيبقى عشوائي ومش عارف يقيسه. وعشان كده نرجع تاني للاساسيات، انت بتعمل كونتنت استراتيجي قبل تنزل الكونتنت ليه؟ عشان تبقى عارف مين اللي هيجي يشتري منك. انت من الاول محدد ان دكتور عبد الرحمن هيجي يشتري مني ليه؟ صحيح. عشان هو حابب يتقرب للطبقه الاعلى بس، فده كده بيرسونا. طيب مم. ولكن تنفع استهدفه. ينفع استهدفه لو انا محدد من الاول، لو انا عايز كده فانا ممكن استهدف اي مم. حد، ولكن لابد اكون محدد نسبته قد ايه في الاستراتيجي بتاعتي. يعني هل دكتور عبد الرحمن كل مره يجي يشتري الرولكس عشان هو عايز يتقرب للطبقه الاعلى؟ طب ما اشتري مره خلاص معهوش فلوس تاني. ايوه. ولكن انا عندي مين بيرسونا هي 80% من الماركتنج رايح لها، وهي المين ماركتنج رايح عليها ليه؟ عشان انت محتاج تقيس ومحتاج بيرسونا مستقره كل كام شهر بتشتري منك، كل شهرين بتشتري منك، كل سنه بتشتري منك. انت محتاج بيرسونا مستقره انت عارف عمرها الافتراضي قد ايه وعارف هي بتشتري منك كل قد ايه. فانت محتاج دايما يبقى عندك النوع ده من البيرسونا. التارجت بتاعك انت عارفه، كل 3 شهور بيجي يشتري مني اللبس بتاعي، كل شهر بتيجي تشتري مني الكريم بتاعها لايديها، فالعيله بتخلص خلال 30 يوم، فانا كل شهر هكون بحاول استهدفها تاني ثالث وعاشر. ليه؟ ال تي في لايف تايم كاستمر، لايف تايم فاليو للكاستمر بتاعي. كل ما زودت عمره كل ما بعت له اكتر، ويعني تكلفه ان انا احافظ على العميل بتاعي احسن بكتير من ان انا اروح اجيب عميل جديد. فيعني لا، انت بيرسونا هنا بقى انا دلوقتي كويس. خلاص انا حددت العميل بتاعي وحددت البيرسونز بتاعتي او الاشخاص اللي هم بيتناوبوا عليا بشكل كبير. انا بقى ايه المواضيع اللي فعلا تستهدف الناس دي واعرضها ازاي؟ وانا برضو عشان اعمل كونتنت انا محتاج ادور على افكار بتجيب الناس دي، وكمان اعملها بطريقه برضو تجيبهم تخليهم يكملوا معايا. ايه الحاجات بقى اللي ممكن تعمل؟ هقول لك حاجه حلوه قوي. لسه كنت بذاكر من شويه عن هو ايه اللي فرق في الكونتنت ماركتنج زمان عن دلوقتي. فقال لك زمان من 10 سنين كان اللي بيفرق كله انك تكتب الكلمات المفتاحيه وترزعها في المقاله، ترزعها في ويب سايت، تحطها في اي حاجه هتبيع. فكان الموضوع بيبدا من انت بتدور على الناس بتدور على ايه، انت بتدور على هو الناس بتكتب ايه مش تدور. لكن حاليا الموضوع مختلف، الموضوع حاليا بيبدا من بيرسونا. يعني ايه بيرسونا بقى؟ هو ده السؤال المهم. هو البيرسونا انك تقول لي ان انا متارجت كلاس ايه كلاس بي؟ لا، ده كده مش بيرسونا. البيرسونا انك تبقى عارف كلاس ايه ده بشكله ايه وايه دوافعه للشراء وبيخاف من ايه. كونك عرفت الحاجه اللي بتخليه يشتري، موتيف، الدوافع، محفزات للشراء، وعرفت القيمه اللي انت قادر تقدمها له، وعرفت هو ليه خايف منك او ليه خايف يشتري اونلاين او ليه خايف يشتري عموما المنتج ده، وبدات تتكلموا في المخاوف دي، وبدات تتكلموا في المشاكل اللي عنده، وبدات تتكلموا في المحفزات بتاعته وتقول له احنا هنديها لك وهنوفرها لك من خلال كذا 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 في المنتج بتاعك. فبقى عندك تصور كامل عن الشخصيه، قادر تاخد كل نقطه لوحدها وتبني بيها كونتنت. انت عندك كده محفزات 5 مثلا، عندك مشاكل ومخاوف 5 مثلا تانيين، وعندك الفاليو بتاعت البرودكت نفسه قول يا عم 5 تانيين. فكده معاك 15 طريقه تقدم بيها كونتنت مختلف، ومعاك كل طريقه منهم ممكن تطلع منها طرق مختلفه بفورماتس مختلفه. هتعيش حياتك بقى معاك 15 فكره اضربهم في 15 زيهم بطرق مختلفه وبطرق وبكل الاشكال اللي انت ممكن تعملها محترمه.
فهتلاقي دايما عندك كونتنت لو فاهم السوق. حاجه زي كده يا دكتور، كان في ناس ماركتيرز واصحاب شركات كتير تلاقيه بيعمل ايه، يقول لك والله كل الناس اتكلموا في كل حاجه، اتكلموا في كل حاجه، اللي انت الافكار اللي جت في دماغك دي اكيد حد اتكلم عليها. هل ان انا دلوقتي يكون ان حد اتكلم عن الفكره دي من الصح ان انا ما اتكلمش عليها، ولا برضه اتكلم ممكن تبقى طريقه مختلفه، اسلوبي مختلف، الكلام ده كله؟ عارف انت قلت كلمه في اول اللقاء ده كانت حلوه جدا، احنا 100 مليون، وش في ايوه ناس لسه ما عرفتش المعلومه. فاهم؟ وش مثلا في لسه ناس بتعرف يعني ايه الفرق بين الكونتنت رايتنج والكونتنت ماركتنج والكوبي رايتنج، اكيد حتى لسه. حتى يعني فكده كده هو في ناس مش هتلاقي جمهور. صحي للبيزنس عادي انه يقلد حد اقدم منه، مش حاجه وحشه. مش حاجه وحشه، وانت كده كده شفت حاجه جايبه نتائج ما تمشي في نفس السكه، طالما انت لسه ما وصلتش للخيط بتاعك، لسه ما وصلتش للشكل المميز بتاعك، قلد. يعني طالما عادي. يعني انت عايز تشتغل وما عندكش حاجه مميزه لسه، ما خلقتش USB، قلد الناجح تنجح، على الاقل خلي هتبقى ماشي في بالك الطريق. ان اللي انت بتقوله ده يعني يحل مشاكل ناس كتير قوي، ولكن هي مش واخده بالها. يعني هو اجي اتكلم مع حد مثلا في كونسلتيشن او حاجه، اقول له يا عم الحاج اعمل ده، يقول لي ما هو حد تاني عامله. طب ما انت اعمله واستهدف حد تاني غيره، او حتى استهدف اللي معاه، لان انت طريقه كلامك حتى لو بتقول نفس الكلام والله العظيم مختلف، لان طريقه كلامك بس مختلفه. فتلاقي ايه الناس الباحثين عن المثاليه دي، تلاقيه يقول لك انا مش عايز اعمل غير اللي هو انا لوحدي اللي عملته، ويفضل قاعد طبعا بالسنه وبالاثنين وبالثلاثه ما بيعملش اي حاجه. طب هقول لك حاجه يعني تخليه يحل خالص، اقول لك حاجه حلوه، يشتغل. اقول لك حاجه حلوه. باشا انت لو عملت الحاجه المميزه خالص المختلفه خالص اسبوع وهتتنحت. صح صح. ممكن يعملها احسن منك. بالظبط، معاه فلوس اكتر، هيخش ينحت اكتر ويعملها احسن واشيك وكل حاجه. صح صح والله. انت المهم طب تنافس والجمهور كتير، فيعني دوس. اشتغل. حته بقى حلوه. احنا دلوقتي خلاص عرفنا المنافس بتاعنا، وعرفنا العميل بتاعنا، وكمان طلعنا له افكار، وقلنا ان احنا ممكن نقلد والكلام ده كله. ولكن عندنا بقى حته كمان، انا عملت كامبين واشتغلت، قلدت بقى، عملت حاجه جديده او كده، ماشي. ازاي اقدر احكم ان هي نجحت؟ هل من الفلوس بس، ولا من الارقام، ولا من ان انا عملت له ريبيتيشن، ولا ايه القصه؟ ايه الحاجات اللي اقدر احكم عليها ان الخطه دي ناجحه او السؤال الكامبين الاول ناجح؟ انت عملتها ليه؟ ده رقم واحد. عملتها ليه؟ انت اصلا من الاول عامل كامبين ليه؟ هل الكامبين هدفها انها تزود لك فولور، ولا هدفها مم. انها تبيع، ولا هدفها تعمل شويه تفاعل في الصفحه عشان الصفحه يبقى شكلها كويس؟ فانت من الاول محدد انت عامل الكامبين دي ليه، وما تقوليش هتعمل التفاعل وتبيع. مفيش حاجه اسمها كده. مثلا ميتا اللي مثلا. هي فيسبوك مثلا، وانت بتعمل عليها اعلان بيقول لك انت عايز انهي هدف من الاهداف، فانت تختار التفاعل بنيه انك هتجيبه بسعر ارخص عشان تبيع له. ده ما تنتشر بيحصلش. صحيح. ما بيحصلش ليه بقى؟ عشان ميتا مش غبيه، هو عارف ان العميل اللي بيدفع فلوس تكلفته 10 جنيه، بس العميل اللي بيدفع تكلفته 5 جنيه. فهو فيسبوك مش هيخسر لك عشان انت تبيع اه اكتر، مش هتتحايل عليه، لا مش هتيجي، لان هو مفلتر العملاء بتوعه كويس، وعارف كويس كل واحد سلوكه على الانترنت عامل ازاي، وده بيشتري ولا ما بيشتريش، ولا ده بيخش يبعت رساله وخلاص وما بيكملش. فانت لو عندك نيه محدده اعملها كامله، اعملها. انا عايز مبيعات دلوقتي، يبقى هي مبيعات دلوقتي. عايز لا ازود فولورز، يبقى هي زياده فولورز بس. ما تفكرش في كذا اوبجيكتيف من نفس الحاجه. ليه برضو؟ لان ده بيفرق جدا في الكونتنت. يعني تعالى نتكلم شويه كونتنت. في الكونتنت انت لو بتعمل الحاجه دي لكذا اوبجيكتيف، لكذا هدف، فانت الاهداف دي كلها مش هتنفع تتجمع في حاجه واحده، وهتلاقي نفسك في الاخر عامل حاجه عشوائيه كده، فرانكشتاين، منتج عبثي جدا، ملهاش علاقه ما عارفش ببعض. نتيجه كده ولا نتيجه كده، ولا هيجيب البيعه ولا هيجيب التفاعل. هيبقى حاجه في النص. بس هو هنا برضو انا مثلا لو حطيت الهدف، يعني مثلا انا حاطط الهدف بتاعي يعمل لي تفاعل ويعمل لي انتشار، فانا جاب لي شويه تفاعل وحصل يعني نقدر نقول تويست كده وجاب لي مبيعات. هل ماشي. هنا يبقى انا ما حققتش الهدف؟ ولو العكس طبعا، لو انا عامل الهدف بتاعي مبيعات وفجاه قام عامل تويست وعمل لي انتشار، بس انتشار طبعا كبير، فهل هنا كده الحمله دي فاشله ولا ناجحه؟
بص احنا عندنا هدف اولي اللي هو مثلا زي ان انا عامل بوست للمبيعات، هعمل اعلان للمبيعات. تمام. البوست كان حلو جدا فجاب تفاعل عالي، كان كرييتيف كده وطلع فجاب لي تفاعل حلو. هل انا خسرت؟ ما خسرتش. انا اوريدي الهدف بتاعي المبيعات اتحقق. ولكن تمام. لو البوست جاب تفاعل حلو قوي بس انا ما بعتش، ما كسبتش حاجه. انا كده ايه اللي انا عامل الهدف عشانه وما حصلش، يبقى انا كده خسرت، انا كده ما كسبتش. ليه؟ لان انا عاملها عشان هدف البيع، يبقى هو انا ببيع بيه. جاب لك ايه تفاعل هو عالي خير وبركه، ما جابش لا. كده العكس. طب والعكس، ما هو العكس لو انا عايز تفاعل عالي وما جابش تفاعل عالي بس جاب لي مبيعات، بما انها فلوس فكده نجحت. بالراحه. ده عشان يحصل الكيس دي، عشان تحصل معناها ان هو الكيس دي صعب قوي تحصل اصلا يعني. هو اصلا احنا لو ما بنتكلم انا ان هقول احنا لك حاجه، هنعمل هقول لك تفاعل حاجه. عالي. ما انا ممكن تحصل في حاله ان انا دلوقتي لو انا الموضوع مش ان هو ينفع يتشير وينفع يفايرل، ولكن هو خاطب الفئه اللي فعلا عايزه الحاجه فدفعت واشترت وما عملتش شير. يعني هو دخل كلمك برايفتلي او كلمك على طول ولا كان محتاج المنتج فانت بعته له من غير ما يعمل اي انجيجمنت فما انتشرش بس باع. البيعه هنا مش ايه يعني، هنا كان الاودينس نفسه جاهز قوي، يعني اللي شاف البوست كان جاهز قوي مظبوط. فكان عايز يشتري حالا، فده مش مظبوط. هقيس عليه، ما اقدرش اقيس على فكده الكيس. دي مش نافعه. والنقطه الثانيه باكد عليها برضو، احنا عصر الاي اي ده، الاي اي دخل في الفيسبوك ادز، في ميتا حصل. ادز. فساعتها حاليا بقى ميتا عارفه كويس ان دكتور عبد الرحمن هيشتري ولا هيتفاعل وما يشتريش، هم عارفين. هم عارفين فانت عشان ده. تقول لي حصل التفاعل من دكتور عبد الرحمن بس بعد كده ما اشتراش، او بعد كده ما عملش تفاعل اصلا بس دخل اشترى على طول، فدخل اشترى على طول دي معناها ان هو اصلا كان شاف اعلانات عند المنافس مثلا، فهو كان مؤهل كفايه ان هو يخش يشتري ودخل دفع وخلص. بس هل مبيعات البوست كانت عاليه فعلا كفايه انها تبقى تسمى ارباح، ولا الموضوع عادي باع لك بيعتين بس انا ثلاثه مش 10؟ قصدي، انا مش قصدي يا دكتور على على الاعلانات اللي هي البيت اد. انا مش قصدي على دول، انا قصدي ان انا عملت فقط من قوي عشان توصل. بس انا ما عملتش اعلانات، ما دفعتش للفيسبوك. هو انا معتمد اعتماد كلي على ان ان الناس تعمل شير ويعملوا كومنتس ويعملوا انجيجمنت فاقدر انتشر او اقدر ابيع. صح كده؟ انا ماشي. بقى انا بقول على دي ان هو ما اتعملش انتشار، عمل انجيجمنت بسيط ولكن عمل مبيعات وانا كنت قصده ينتشر، كنت عامل حساب انه يبقى فايرل وما عملش كده. انا كده كده عندي ارضيه مثلا من الاودينس وكل حاجه، انا عندي ارضيه كافيه. يعني انا مثلا وليكن عندي نص مليون او مليون فولورز وانا بعمل حاجه معينه عشان بوم جابت لي مبيعات اصلا. ستيل فده ده، زي ده انا بقيسه ازاي؟ بقيسه كاستراتيجيست، بقيسه بالهدف بتاعه. انا برضه ستيل محافظ على الهدف بتاعه. بمعنى انا عشان اكرر النجاح محتاج اكون عارف الفورمولا اللي نجحت، محتاج اكون عارف هو ايه اللي نجح معايا. طيب هو باع خير وبركه، يعني مش هقول لك لا، يعني تمام حلو، بس تمام. ستيل انا كنت عامله بنيه التفاعل. طب انا بحب اعمل بوست تفاعلي بعد كده، هعمله على انهي فورمات؟ مش هعمل ده بقى تاني الطريقه بقى دي خلاص. ما طب جابتش نبيع تفاعل. بقى. لو هبيع بقى طيب، يعني ستيل انت عايز تعمل تفاعل، لو انت عندك في نيتك انك تخلق تفاعل مع النص مليون اللي عندك في الاكونت، اه. ستيل محتاج تدور على طريقه تعمل بيها تفاعل وطريقه تعمل بيها بيع. انت كده عرفت ان الطريقه دي بتبيع، كررها عشان تبيع. بس انت محتاج بالظبط. تشوف طريقه تانيه تجيب لك التفاعل بقى. تجيب لك التفاعل اللي انت محتاجه، بس صح كده. لان انت كده طب فشلت في التفاعل، حققت بيع. بما اننا اتكلمنا على الجزئيه دي من شويه على حته الادز، هل في مشاريع معينه او صناعات معينه الكونتنت ما ينفعش فيها لوحده حتى لو هطول؟ يعني في حاجات انا مهما عملت بالكونتنت مش هوصل، محتاج حاجات كمان. أه هو ايه فرق السؤال ده عن اللي قبله بتاع الليد بص جنريشن؟ انا فاهم، انا اللي انا عايز اقوله ان انا هنا في صناعات معينه انت لو مهما ضخيت فيها كونتنت مش تطلع لفوق. محتاجه مثلا فلوس، محتاجه اوفرز، محتاجه تنزل ايفنتس، محتاجه تعمل سيلز، محتاجه تعمل حاجات جنبها. وفي صناعات تانية الكونتنت فقط، يعني مثلا في الملابس في ناس دلوقتي وبراندات موجوده بالكونتنت فقط من غير اي حاجه تانية، صح. بقوا فايرل وما شاء الله بقى حاجه كويسه. في بقى صناعات تانية، هل ده سؤالي، هل في صناعات الكونتنت فيها لا يكفي كونتنت ماركتنج؟ هو ده اكيد، لان في
في شغل بيحتاج اوبريشن كامل، يعني مثلا سي كورسات، خلاص هي حاجه منتج ديجيتال اهو، بس ستيل انت محتاج اوبريشن كامل ورا الكورس عشان ينجح وعشان يكرر مبيعاته وعشان يفضل بتبيع في السوق. بمعنى ان انت الناس مش هتثق فيك انك تحط عندك فلوس الا لو انت بتظهر لهم بمحتوى فري سيشنز، في عندك تيم اوبريشن كويس بيتابع الناس اللي بتدخل الكورس مثلا بتاعك، في عندك وليكن بتعرف تنتشر وسط الاندستري فبتنزل ايفنت. الصوت مش بيقطع. عندي ولا ايه؟ تاني؟ الصوت تمام، لا الصوت تمام. شوف انا سامع كويس. لو الصوت عيد ممكن يا دكتور كده الحته الاخيره اللي هو انت كنت بتقول عن الاوبريشن بتاع الكورسز مثلا الكورسات. كصناعه انت بتحتاج تعمل فيها مجهود شويه خارج الكونتنت نفسه اللي نازل على الاكونت. انت محتاج تحط حاجه فري فاليو للناس، تشوف فيديو ليك، تشوف سيشن فري، تشوف حاجه فري. فده اوبريشن وايز، ده كده هتجيب الانستراكتور تتفق معاه على سيشن فري عشان يبدا يقدم. حاجه ثانيه مثلا ممكن تعمل ليد جنريشن باي بوك، فانت محتاج تحضر داخليا مع التكنيكال تيم، تحضر اي بوك للمجال ده فيبدا يبيع معاك. محتاج مثلا ان انت تعمل الاوبريشن تيم من جوه السيلز والتيم اللي بيتابع الكاستمر كستودنت او كده جوه، محتاجه يبقى برده ايه مظبوط وكويس عشان تقدر تجنريت ريفيوز حلوه، فالريفيوز دي بعد كده هتبيع لك الكورسات اللي جايه. محتاج تروح تابديت البروجرام بالتعليمي بتاعك عشان تبقى موافق للسوق. ففي حاجات تركيبه كده محتاجه تكمل عشان تعرف تبيع الكورس بتاعك، لان انت من غيرها انت مش هتبيع حاجه. انت من غيرها هتبقى عندك بروجرام كويس بس انت مش وكونتنت حلو على السوشيال ميديا، بس الناس مش واثقه فيك كفايه انها تدفع لك ال 5000 10000 20000 عشان في الاخر تاخد معلومه هي مش واثقه اصلا ان انت قادر تعملها. وعشان كده هتلاقي دايما بتوع الكورسات يعمل لك سيشن فري، يلا سيشن فري عشان تبدا تشوف الناس اللي بتقدم لك دول شرحهم عامل ازاي. حضرتك بتقول ان انت يعني انت مش بتبيع له بس الكونتنت او الفري كونتنت او كده، انت كمان بتقول له تعالى خد تجربه كامله على السايكل بتاعه التشغيل بتاعتك، كذلك ومنها مثلا بقى تاخد القرار. كذلك في الساس او في السوفت وير، لو انت بتبيع اي تول او برنامج هتلاقيه بيديك 7 ايام تجربه. ليه؟ الكونتنت لوحده ما كانش كفايه انه يخليك تشتري بروجرام وتدفع فيه 1000 2000 10000 جنيه ايا كان المبلغ الاشتراك. صحيح. فهو محتاج يجرب. لو عامل مثلا موبايل ابلكيشن فهو انت اوكي هتعمل داونلود، بس ايه اللي هيخليك تشتري من عليه؟ لما تجرب وتشوف اللي جوه ده عامل ازاي، ولما هو يفكرك ببوست نوتيفيكيشن، ولما هو يعمل لك اوفر كويس، ولما هو يوصلك الاريا بتاعتك كويس. يعني في قصص كتير جوه، فدي القصص كلها تكنيكال اكتر منها كونتنت اونلاين. حلو قوي. طب خلينا برضو نقول ان احنا عندنا الكونتنت انواع كتير، الكونتنت ماركتنج انواع كتير، فيديوز وريلز وبوستس ومقالات ومدونات وقصه. ايه الحاجات دي وامتى استخدمها وايه الفرق بينهم، وهل في حاجه احسن من حاجه ولا ايه؟ اوكي طيب، احنا بنتكلم في الكونتنت فورماتس بتاعتنا ان الديجيتال لاندسكيب او المكان في الديجيتال عندنا بيساع انواع مختلفه من المحتوى. النوع ده ممكن يبقى فويس او صوتك بتتكلم في بودكاست، ممكن اسمعك او ممكن اشوفك على يوتيوب او باقي الريلز والانستجرام وفيسبوك وتيك توك والريلز اللي انتشرت فجاه في كل حته، او ممكن اقرا لك حاجه كارسل وبوست، وممكن اشوف لك صوره فافهم منك انت مين اكتر، ممكن الكابشن نفسه يتقرا طيب انت بتحدد بناء على ايه اصلا الميكس اللي انت عايز تعمله، او بتحدد بناء على ايه انت هتنزل انهي نوع محتوى؟ بتحدد بناء على مجهودك التسويقي. بمعنى انا النهارده قادر اصرف على وان بلاتفورم، انا النهارده قادر اصرف على ان انا اكبر او ازود نمو الشركه بتاعتي على فيسبوك وانستجرام، ما اروحش افتح تويتر وابقى مستني منه حاجه. ليه؟ لان انا مش قادر اعمل كونتنت استراتيجي لتويتر، ومش قادر اعمل لها كونتنت منفصل. ليه برضه؟ عشان كل بلاتفورم وليها كونتنت تايبس اللي بتحتاجها وبتستهلكها وبتهضمها عشان تفهم البيزنس بتاعك فتكبره. بمعنى انا عايز اعمل اورجانيك جروث او عايز اعمل كونتنت ماركتنج استراتيجي. طيب انا معايا 5 جنيه، 5 جنيه دي هصرفها على محتوى ريلز، حلو؟ وانا عايز اشتغل ريلز بس، وعايز اقرب من الجين زي، وعايز اشتغل على مش عارف ان الجين زي يشتري منه يبقى عارف مكاني وي فهروح له مثلا في تيك توك بلاتفورم. يبقى انا محتاج اصرف ميزانيه التسويق بتاع الكونتنت على ان انا اعمل فيديوز كويسه،
واعمل كاروسل بوستس على تيك توك عشان ابدا ابيع على تيك توك، وابدا تيك توك هو نفسه يفايرال معايا ويكبر معايا كاكونت. ومش احط في بالي بقى خالص فكره ان ايه هنزل نفس المحتوى ده على فيسبوك فيجيب لي نتائج. غلط. مش هيجيب لك حاجه. مش نفس مش الاستراتيجي. نفس الاستراتيجي ومش نفس البلاتفورم ومش نفس الجمهور. انت على الفيسبوك هتلاقي ناس اكبر في السن شويه، ميلينيالز عندهم 30 سنه، خلقهم ضيق. صحيح. هتلاقيهم دايما بيهاجموا اي حد. ممكن يبقى نفس الفيديو نازل على تيك توك جايب شكر وازاي وكده وناس فرحانه، على تيك توك بيتشتم، فيسبوك على فيسبوك بيتشتم. صح. بس فانت تبقى تشتغل نيتف لكل بلاتفورم، وساعتها لما تمسك بلاتفورم هتعرف تميز انت هتنزل انهي كونتنت. لان تيك توك مثلا بيحب الريلز والكارسل، انستجرام ميكس الكارسل مع الريلز مع الصور العاديه. وانستجرام حاليا قال لك مثلا ما تنزليش حاجه عليها لوجو. فمثلا لو دكتور عبد الرحمن بينزل ريل ما يحطليش لوجو على الريل بتاعه كسبيل المثال اديتنج، وحط لك اللوجو في الريل بتاعك هيخسرك فيوز. انت تبقى مركز مع كل بلاتفورم انت بتشتغل عليه عشان تقدر تحقق منه جروث وشكل مختلف للاكونت. فدي يحدد لك انت هتنشر ايه، مقاله ولا بوست ولا فيديو، ولا انت شغال على انهي بلاتفورم، وانهي بلاتفورم اكتر هتجيب لك نتائج اكتر. ولو افترضنا ان كل بلاتفورم هتجيب لك نتائج، هتبدا بمين ورتبهم اولويات. يعني مين اكتر بلاتفورم هتجيب لك نتائج الاول فكبرها، ولما تكبر عليها تبدا تروح لغيرها من باقي البلاتفورمز اللي ممكن تخدم اهدافك. بس هو انا مثلا حاجه في المقالات مثلا ايه بلاتفورم مقالات على لينكد ان وفيسبوك انتجريتد معاها فيديو على تيك توك وانستجرام مثلا اللي هي الريل. بص لو مقاله هتكتب مقاله مطوله، فانت لينكد ان وفيسبوك انسب مكان تعرض عليه وانسب مكان يجي لك منه تفاعل. رقم 2 لو هتنزلها ويب سايت وعايز الويب سايت يبقى لينكد او يعني الحاجه اللي تنزل تبقى تسمع في الويب سايت عندك، يبقى تويتر تشغله معاك تحط عليه كاي سي او تشانل ليك، لان هو تويتر هيزق معاك الاي سي او بتاع الويب سايت. كمان بنترست بيزق معاك الاي سي او بتاع الويب سايت كمقاله نازله على الويب سايت. ولكن سوشيال ميديا فاحنا بنتكلم فيسبوك ولينكد ان، ده المقاله هناك عليه هيحبها جدا. لينكد ان مثلا في ميزه خطيره ان هو بيدعم الاي سي او، فانت لو منزل مقاله على لينكد ان فانت تضمن انها تظهر لك في جوجل، وده حاجه خطيره جدا. انت عندك ويب سايت ما بيعرفش يظهر في جوجل قبل 3-6 شهور. بالعافيه. لينكد ان بيظهر في اوائل البحوث على اي حاجه، لان هو اوريدي عنده اوثورتي عاليه ده لينكد ان. فانت هتحط مقالتك عنده هيظهر بالكيورد سيرش مظبوط هيظهر. مهم جدا للشركات بصراحه. طب احنا دلوقتي خلاص عملنا الكونتنت الحمد لله وظبطناه وكل حاجه، ولكن هنا بقى السؤال وده الاهم بالنسبه للبيزنس اونر. انا عاوز ابيع، فانا عندي هل الكونتنت ده بيجيب لي عملاء؟ ده اهم حاجه. انا عايز الكونتنت يجيب لي عملاء. تاني حاجه وده الاهم بالنسبه له، ازاي اخلي الكونتنت بتاعي يحافظ على العملاء اللي عندي؟ هل ده موجود وده موجود ولا في حاجه موجوده وحاجه لا؟ اوكي طيب خلينا نتفق على حاجه. عندنا الاورجانيك جروث اللي الناس بتسمع عنه وبتحلم بيه، اللي هو يصرف 5 جنيه ويجي له قدامه ملايين. عشان بس ايه عملت اورجانيك جروث في الكونتنت بتاعي بالاكونت بتاعي. ده موديل موجود ولكن بيحتاج مجهود. يعني انت لو ما عندكش القدره انك تبذل مجهود كبير في صناعه المحتوى للبلاتفورم بتاعك، وليكن انت هتشتغل على انستجرام وتقعد تعرض المنتجات بتاعتك وتتكلم عنها وي لو ما عندكش القدره على دي ما تجيش تقول لي يلا بينا نعمل زي الشاذلي ونبيع على تيك توك. انت ما عندكش القدره تعمل زي الشاذلي ده مبدئيا. هو عنده القدره. فالقدره على صناعه المحتوى مهمه جدا. انت لو قادر تعمل ده بشكل اورجانيك اعمله. مش قادر يبقى ما تكلمنيش في اورجانيك جروث، كلمني في بيت جروث، وساعتها هينزل اشكال ثانيه من المحتوى. الاشكال الثانيه من المحتوى دي لو بنتكلم مبيعات فهتقدر تقيسها بفلوس. يعني تدفع 10 جنيه هيجي لك 40 جنيه، فانت كده رؤازه 4 كل جنيه قدام 4 جنيه بيدخل جيبك، او بيدخل على الاقل الارباح بتاعت البيزنس او مش ارباح يعني مبيعات البيزنس. حلو ده اللي هو العميل الجديد بالظبط. فانت كده بتجيب عملاء جداد. طيب لو عندك قاعده من العملاء والحمد لله البيزنس مستقر والدنيا ماشيه، هل ممكن احافظ على العملاء بتوعي باستمرار بكونتنت ماركتنج؟ اكيد. بس تخلق لهم محتوى مناسب ليهم، تخلق لهم محتوى متعلق بالعميل اللي اشترى منك، ومتعلق بانه بيستخدم البرودكت بتاعك، ومتعلق ان انت بتفكره باستخدامه للبرودكت بتاعك. ناخد مثال على الموبايل ابس. لو انت عندك تطبيق موبايل،
فالتطبيق ده عشان تقدر من خلاله تحافظ على العميل بتاعك ازاي، انك باستمرار تبعت له بوش نوتيفيكيشن مثلا، وليكن هي البنت بتشتري السكين كير برودكتس بتاعتها اول كل شهر او اخر كل شهر، فانت اخر كل شهر ابعت لها ريمايندر فكرها ان انت الحاجات بتاعتك خلصت، يلا اشتري دلوقتي، الحقي نفسك واشتري قبل نهايه الشهر. مثلا لو بتريتين على ويب سايت، فالويب سايت برضه هتقدر تري تارجت العميل اللي دخل لك قبل كده، تعمل له عدد استهداف من جديد. لو مثلا بتشتغل عادي حتى في الاورجانيك وشغال اورجانيك كويس، تقدر من خلال الستوريز، ودي اهم التولز اللي في الماركتنج وللاسف مش مستغله، انك الستوريز بتاعتك تريمايند الشخص اللي بيتابعك ان انت ايه ده، انا عندي بروجرام اوفر هيخلص قريب، او عندي بروجرام انت محتاج تجدد اشتراكه، او عندي حاجه انت محتاج تستفيد بيها دلوقتي. فالستوريز طول الوقت كل ما بتظهر اكتر، كل ما بتبقى موجود اكتر وسط الناس، كل ما بتبقى موجود قدامهم باستمرار في اللاين اللي فوق ده، فانت واصل لشريحه كبيره جدا من الناس اللي متابعاك اوريدي واللي جربتك قبل كده، فهتعرف طول الوقت انك تعمل لهم ريتنشن. فهي لها استراتيجي، والاستراتيجي لابد تتعمل بتفكير مظبوط، وتبقى كل حاجه محسوبه فيها عشان تبدا تتقاس ككي بي ار. حلو قوي. انا في اخر سؤال بقى قبل ما نبدا في فقره الاسئله، هو سؤال كان المفروض يبقى بدري شويه ولكن جه في دماغي يعني. احنا دلوقتي الناس كانت مفكره ان الاي سي او بس موجود في جوجل فقط او في الكونتنت بتاع الويب سايت. طبعا الاي سي او موجود في الكونتنت بتاع السوشيال ميديا برضه، ان انت لما تيجي تكتب حاجات بطريقه، فلما تيجي تبحث على البيزنس ده الكونتنت بيساعدك توصل. فازاي اقدر بشكل مبسط كده، وانا راجل ما عنديش الخبره الكافيه او العلم الكافي، انا راجل لسه فاتح بيزنس، انا مثلا فاهم في الاوبريشن بس بمشي ايديا في الماركتنج كده لحد ما الدنيا تمشي واجيب ماركتير. ازاي اقدر اكتب حاجات تبقى موافقه على جزئيه الاي سي او؟ ماشي، ده كلام جميل جدا. انا هديك كيس ستادي حلو اشتغلنا عليها قريب من سنه على فاشن دلوقتي. دخلت على في الكونتنت استراتيجي، بعتمد على فان بيج كارما، دي تول فان بيج كارما، ممكن اكتبها في الشات حتى. التول دي بتديك الكيورد التوب عند المنافسين اللي بتحقق اعلى تفاعل، فانت بتوصل للكلمه اللي لما بتتقال بتجيب لك تفاعل، يبقى انت اذا عرفت الكلمات دي بتجيب تفاعل عند الناس دي، عند الاودينس ده. تمام. فالكلمات اللي انت وصلت لها دي انت محتاج بقى تحطها في البوستس بتاعتك، هتحقق التفاعل العالي، وفي نفس الوقت هتبقى هي دي الكلمات المفتاحيه بالنسبه لك اللي هتقدر من خلالها توصل للجمهور بتاعك. دي نقطه. الثانيه انك برضه ستيل بكلمات جوجل الناس بتدور بيها، انت عارف ان دماغ الاودينس اللي بيشتري منك بيفكر في ايه وهو بيكتبها كورس ولا بيكتبها دوره، بيكتبها ايه بالظبط. فانت محتاج تاخد الكلمه زي ما هو بيكتبها كده وتحطها معاك. في طريقه ثالثه انك بتروح تشوف الجروبات، الناس بتسال عن ايه، بيقولوا ايه جوه، بيقولوا بيزنس ولا بيقولوا اعمال، بيقولوها ازاي. فهتاخد الكلمه اللي هو بيقولها وتحطها في الكونتنت بتاعك، فما يجيش مثلا الاقيك بتكتب اعمال وانت عايز طبقه معينه من الاودينس اللي هو بيتكلم بيها بيقول لها بيزنس مثلا، وانت راح كاتبها بطريقه حد تاني، فساعتها نوع البرسونا بتختلف، ساعتها انواع كتير بتختلف. وده اللي بيفرق وبيخلي بيزنس يقول لك ايه، يقول لك انا عندي البرسونا اللي عندي دي مش عجباني، انا عايز برسونا ثانيه ابيع لها. طب ما انت اللي بتستخدم كونتنت غلط، انت اللي بتتكلم مش بطريقه مناسبه ليهم، مش ريليتابل ليهم. بس صحيح. فانت محتاج توصل قوي للطريقه اللي بيتكلموا بيها، منين جروبات وسيرش وجوجل سيرش وكتير بقى. لان هو لما يجي يبحث الفيديو قطع يا دكتور عبد الرحمن. بقول لحضرتك هو لما يجي يبحث هيبحث بطريقته هو، بالظبط. في ايا كان. انا لما باجي ببحث بطريقتي انا، مش بطريقه مش بايا كان. فيسبوك هيظهر لي اللي كاتب بطريقتي، صح كده؟ صح. ده هيظهر كده لك اللي كاتب بالنسبه لي. بطريقتك واللي كاتب بكلامك، فانت مثلا لو كتبت كلمه كورس ديزاين، فهتلاقي اللي كاتب كورس ديزاين ومنزل البوستات بتاعته بنفس الطريقه، فتبدا تاخد الناس دي وتشوف هم دول نوعيه العميل ولا لا، تشوف الكومنتات بتاعتهم، هل البروفايلات اللي قدامك دي هي البروفايلات اللي انت عايزها تشتري منك ولا لا. طب ما لقيتش ان هم دول، روح اكتب دوره تصميم وجرب كده تشوف الفرق بين البروفايلات اللي قدامك، هتلاقي دي بروفايلات عربي قوي مثلا، ودي بروفايلات تانية اجنبي شويه، هتلاقي دي شباب جين زي اكتر، دول ناس اكبر في السن، هتلاقي فروقات ايه تدي لك انسايت عن اللي انت بتبيع له ده عامل ازاي. فانت محتاج دايما تقرا المشهد ده، تقرا المشهد بتاعت هو اللي بيقول كلمه يقولها ازاي، وده يشتغل مع مين وده ما يشتغلش معاه يعني، وانا عايز مين فيهم. الله المستعان.
في احنا كده. اشكرك طبعا على المعلومات الجميله دي. انا حابب ان انا بس لو في حد عنده اي اسئله يسالها، بما ان الدكتور معانا دلوقتي، يكتبها او يريز الهاند ويسال السؤال والدكتور يسال، والدكتور يجاوبه مش هيساله. فلو حد عنده اي اسئله يا ريت يتفضل، والا هنكمل كلام عادي كده. متهيألي ايه، سيبهم دقيقه كده. انا بجد بجد انا مبسوط. انا بصراحه انا استفدت بشكل رهيب جدا، شكرا. مع ان والله انا في مجال الماركتنج بقالي اهوت ما يقارب الخمس ست سنين او يمكن اكتر. ولكن في معلومات انا بقول لك هي ما شاء الله كانت مطوره لحاجات، بس بالذات برضه التخصص لما بيبقى في حاجات معينه بتبقى بتفرق بصراحه مع الواحد. فما شاء الله ربنا يزيدك علما يعني، ويجعله في ميزان حسنات. اهم حاجه. نورتني والله العظيم. وان شاء الله حتى اللي ما عرفناش نفيده في الحضور المره دي ان شاء الله يشوفها في المسجله باذن الله، ونقدر نفيد اكبر عدد ممكن من الناس باذن واحده. اشكرك شكرا جزيلا. انا كده يعني قلت ايه، اختم لو في حد عنده سؤال او حاجه ناخده، لو ما فيش حد عنده سؤال، لان ما شاء الله الكلام حتى واضح ومفصل. فيعني انا كنت مثلا مستني لو حد عنده سؤال بره الكلام يعني. فالحمد لله ما فيش اي اسئله. الحمد لله. ربنا يجازيك خير. اشكرك شكرا جزيلا، واشكر الناس اللي طبعا اللي حضرت. اشكركم جزيلا جزيلا. مبسوط اني كنت معاكم يعني، شكرا جدا ليكم على ربنا الانفيتيشن. يبارك فيك.